شيفالي جاريوالا النجمه العالميه الهنديه اتوفت النهارده بسبب ازمه قلبيه مفاجئه. عمرها 42 سنه، مش بتعاني من اي امراض سابقه. الفتره الاخيره سمعنا عن ممثلين ودكاتره وغيرهم كتير ماتوا بازمه قلبيه مفاجئه، رغم ان اغلبهم صغيرين في السن مش بيعانوا من اي امراض سابقه، وده لان اعراض الازمه القلبيه شكلها شكل الفتيج او الارهاق العادي. الفيديو ده هعرفك ازاي تعرفي الفرق ما بين الارهاق العادي وتعب الازمه القلبيه وازاي تتصرفي. انا منال الهواري، سيرتيفايد انترناشونال فيتنس كوتش، كمان سيرتيفايد CPR AED اند فيرست ايد. دي الحلقه الثانيه من الاسعافات الاوليه. الازمه القلبيه ليها علامات عامه واللي ممكن تلخبطنا كلنا، زي اعياء زياده عن اللزوم، حاسس بهبوط وضيق تنفس. بس في اعراض ثانيه مميزه جدا ونقدر كلنا نحددها، هي ان المصاب تلاقيه بيعرق بس عرق ساقع مش سخن، يكون حاسس بضربات قلبه كانه بيجري او عنده امتحان او خايف من حاجه، وبيحس الحاله دي وهو واقف في مكان، يحس بغممان نفس وبيجيله الم في صدره على هيئه عصره. ممكن كمان يحس بألم في كتفه الشمال او دراعه الشمال او حتى ظهره من ورا. لو حسيت بالحاجات دي تعمل حاجه واحده بس عشان تعيش، سيب اللي في ايدك كله واقعد ارتاح. لو بتتمرن ما تكبرش مهما كنت صغير في السن وجامد، سيب التمرين واقعد ارتاح. لو ماشي في الشارع اقعد على الرصيف. لو لابس اي حاجه ضيقه اقلعها، وابدا اسند بظهرك بحيث يبقى جسمك عامل زاويه 45 درجه. اتصل بالاسعاف فورا وحاول تفضل واعي على قد ما تقدر. ولو انت قاعد لوحدك في البيت افتح باب الشقه عشان ممكن يغمى عليك. لو عملت الحاجات دي نسبه كبيره جدا الازمه القلبيه هتعدي في امان تام بدون اي مشكله. لكن لو كبرت واتمرنت او عملت مجهود في الوقت ده احتماليه الوفاه هتكون عاليه جدا. شير الفيديو ممكن يكون سبب في انقاذ حياه حد.